يخطو غوريلا إلى الساحة العامة مرتديا ملابس مصممة ونظارات غوتشي. يتوقف ويعدل نظاراته ببراعة، ومع ذلك يظل الجمهور غير مبال إلى حد كبير. بغطرسة لا يمكن إنكارها، يعدل غوريلا نظارته من غوتشي. يتحدث الغوريلا وصوته يقطر بالغطرسة: أش خبارك الزينة؟ شوفي قبل ما تهضري، خصك تعرفي شكون واقف قدامك. ما أخبارك يا جميلة؟ انظري قبل أن تقولي أي شيء، يجب أن تعرفي من يقف أمامك. في عرض غير متوقع يتخذ الغوريلا وضعية ويعرض ملابسه بذوق. يدور متباهيا بملابسه. شوف هذا ستايل، تي شيرت ماركة 1500 درهم، قبعة نيويورك 800 درهم. الحذاء الرياضي، هذا حذاء رياضي ممتاز 3000 درهم. يخفض غوريلا نظارات غوتشي الخاصة به ويتطلع بشدة إلى منام. يتفاخر الغوريلا قائلا: وهذه النظارات غوتشي، غوتشي فقط، ليست من سوق الأحد. هذه تساوي 4500 درهم. يضحك مؤكدا كلماته بإيماءة مرحة بوم. في عرض غير متوقع للأناقة يقف الغوريلا طويلا، يشع بالثقة والأناقة التي لا تشوبها شائبة. بفر مهذب بشكل لا تشوبه شائبة. يتخذ وضعية تذكرنا بعرض أزياء في باريس. أنا لست مجرد غوريلا، أنا أسلوب الموضة، أنا مظهر الشانزليزيه. تقف منى بهدوء وتراقب. منى تكسر الصمت قائلة: واو، هذا ستايل رائع عليك. يلتفت الغوريلا وإطاره الضخم يلقي بظلال طويلة وهو يرفض العالم بمرسوم أخير: الستيل ماشي للناس كاملين، خصو كاريزما.